الكلية المتعددة التخصصات بسمارة شعبا وتخصصات مختلفة لعديد الطلبة من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى الطلبة من داخل المملكة. مجموعة من المرافق والبنيات الأساسية تضمها الكلية لتقديم خدماتها في ظروف مثالية للطلبة. في المتابعة محمد تروزي بكاميرا مبارك الباس. الصرح التعليمي الأكاديمي بقلب المدينة العلمية سمارة. الكلية المتعددة التخصصات تفتح أبواب مدرجاتها الثلاث وقاعاتها 13 أمام الطلبة من داخل ومن خارج المملكة في سبيل التعليم والمعرفة. بنيات مادية تتيح للطلبة أجواء للدراسة والتكوين، وتفتح آفاقا متعددة للتعليم من خلال التخصصات والشعب التي توفرها للطلبة. مكتبة وقاعة للإعلاميات ومرافق إدارية عديدة جهزت من أجل تحسين الخدمات المقدمة وتوفير متطلبات البحث العلمي. الكلية المتعددة التخصصات في السمارة تتوفر على من حيث البنية المادية على 3 مدرجات بسعة 220 مقعد المدرج الواحد، 13 قاعة للدروس بسعة 80 مقعد للقاعة، قاعة للإعلاميات، ومكتبة تتوفر على كتب متخصصة في العلوم الشرعية واللغات. هذا بالإضافة إلى مرافق إدارية متكاملة تتضمن مكاتب إدارية، مكاتب للشعب، وقاعة للاجتماعات. هذا من حيث البنية المادية. من حيث البنية البيداغوجية، كما تعرفون الكلية تتوفر على شعبتين، شعبة للشريعة والقانون والشعبة للغات والتواصل. بالنسبة لمصلحة الشؤون الطلابية تعتبر من أهم المصالح بالكلية، لأنها تعنى بكل ما يتعلق بالطالب الجامعي من الوثائق التي تخصه كشهادة مدرسية وبطاقة الطالب والدوق والإجازة، وهي بمثابة المحرك الرئيسي للإدارة بالكلية. الشريعة والقانون، اللغات والتواصل شعب تعطي للطلبة هنا مجالا أوسع وتفتح لهم أبوابا ثقافية أكاديمية لفهم مواد وتخصصات بحسب الشعب. وهذا يمتن تكوين الطلبة في هذا المسار الذي بإزائه يأخذ الطلبة كذلك قسطا وافرا من المعرفة القانونية والإلمام بالقواعد القانونية التي تساعد على التكامل بين الشريعة وبين القانون، وهو ما تسعى إليه الكلية جاهدة في إخراج جيل وفي تكوين جيل من الطلبة ممتزج التكوين بين العلوم الشرعية والعلوم القانونية. لدينا مسلك اللغات الأجنبية المطبقة، تخصص التواصل والترجمة المهنية. هذا التكوين يربط الطالب مباشرة بسوق الشغل، لأنه يتميز بالفاعلية من المهن الممكن مزاولتها بعد التكوين: الترجمة المهنية، التواصل، التربية والمرافقة. طلبة من الأقاليم الجنوبية ومن باقي المدن ومن قارات مختلفة تجمعهم دروب المعرفة والعلم في مدرجات وقاعات الكلية المتعددة التخصصات بالسمارة. بالنسبة للكلية متعددة التخصصات أصبحت فيها شعب مختلفة، وأصبح عليها إقبال من طرف الطلبة في مختلف المناطق، ليس فقط في مدينة سمارة، أصبح يقبل عليها طلبة من مختلف المدن والدول أيضا. أنا اسمي محمد فضل ربي، أنا طالب باحث في الماستر تخصص العقيدة الأشعرية من دولة أندونيسيا. درست في كلية متعددة التخصصات بسمارة. قد تخرجت في جامعة قرويين، وحينما تخرجت كنت أبحث عن مسلك ماستر لأتابع دراسة في العقيدة، والحمد لله قد سجلت في كلية المتعددة التخصصات لسمارة، والآن في سنة ثانية أي فصل الثالث في ماستر عقيدة أشعرية بالغربي إسلامي وامتداد إفريقي. بنيات مادية وأخرى بيداغوجية
ترسم معالم صرح تعليمي يغني ويثري المشهد التعليمي الأكاديمي والثقافي والتكويني وحتى المهني بالأقاليم الجنوبية للمملكة، ويعطي للطلبة آفاقا أوسع للتكوين والبحث في مسارات التعليم العالي في أفق فتح تخصصات وشعب جديدة مستقبلا.